مون بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا. برينغوير عرضية خطيرة بالراس لكنها مرت وبعد ذلك انتهت إلى ركنية ثانية. الفريق الباسكي يحاول أن يبدأ بقوة أحداث هذه المباراة. باسك من الدقائق الأولى بكرة عرضية لكن الدفاع يسرى خطيرة باتجاه رامينيا، تحرك بجانب بالدي، تدخل وحكم اللقاء لا يشير إلى شيء. ساسي ضاعت منه وعادت بعد ذلك أيديها على قلوبهم. ريال مدريد ربما في مباراة الغد يكون كلاسيكو في المباراة النهائية، لكن أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد يحتفظون. تصل لرافينيا بكرة عرضية، روني في الانتظار بتمرير الله إلى الهدف الأول. كرة أمامية خطيرة فيرمين ولكنها في أحضان الحارس. لقطة في منتهى الخطورة. سيمون ماذا ضيعتها لوبيز، ماذا ضيعتها لوبيز. كانت على روني يبحث عن كرة عرضية خطيرة ومحاولة تسديد كرة تصل لوبيز هدف أول لبرشلونة. نعم فيران توريس يصل الهدف الأول لمصلحة البارسا. وسط احتجاج كبير من أتلتيك مطالبين بحالة تسلل في اللقطة الماضية. الهدف الأول أخيرا وصل سيداتي وسادتي بعد مضي 22 دقيقة. نعم في أحداث هذه القمة يصل أتلتيك بلباو للهدف الأول عن طريق الهداف فيران توريس بعد عمل كبير في جهة اليمنى. اليسار خطيرة لرافينيا. الله ما أجمل البارسا. كرة ولا روعة يا رافينيا بعد لمسة ساحرة لبيدري. 3-0 لبرشلونة في لقطة في منتهى الجمال كانت من جانب بيدري ورافينيا. هنا ينجح برشلونة في الوصول إلى الهدف الثاني. إذن بعد 30 دقيقة لعب في ملعب الإنماء سجل البارسا الهدف الثاني عن طريق المتألق فيرمين. اللمسة هي كانت تنسحب. روني يحاول مرور، روني بتسديده والثالث. نعم باردوغجي يا عيني باردوغجي. الثالث للبارسا. روني الموهوب، روني الفنان، روني النجم الكبير يقدم نفسه بشكل رائع في أول مشاركة في السوبر. لاعب سوبر وهدف سوبر وثلاثية لبرشلونة في 33 دقيقة. يا إلهي يا سيمون، يا إلهي يا سيمون. الكرة التي كانت في المتناول بدل الجميع عنها عند الحارس، لكن روني كانت كرة قوية واختارت طريقها إلى المرمى. شوف اللقطة مرة أخرى. رامينيا الرابع من رامينيا الرابع لرامينيا. الله يا رامينيا. نعم البارسا سجل 4 أهداف في 37 دقيقة ونحن في نصف نهائي. كل ذلك بدون لامين يامال وبالكثير من المتعة والجمال. سجل البارسا الهدف الرابع عن طريق رامينيا وانهار أتلتيك في شوط واحد. انهار بلباو في جانب روني. باردوغجي طويلة خطيرة وفرصة. سيمون يتدخل بعد كرة كانت قريبة. الخامس كان على تسلل لا شيء في هذه اللقطة. محاولة لمصلحة أتلتيك خطيرة وكرة عادت من القائم. خطيرة جدا اللقطة الماضية. سوء الحظ كان لهجوم أتلتيك في اللقطة الماضية بعد كرة عادت من القائم. صدمت في الدفاع ولا زالت فيرمين وكرة خطيرة ورامينيا. الخامس للبارسا عن طريق رامينيا. كرة كانت في منتهى الروعة وهدف خامس لبرشلونة. المتعة مضمونة، الأهداف الخمسة في هذه الأمسية والوصول إلى النهائي من الباب الكبير بالنسبة لهانز فليك والمعاناة الكبيرة جدا للمدرب فالفيردي في هذه المباراة. شوف اللقطة. نعيش وإياكم في موسم كبير للبارسا. هذه خطيرة لكن الدفاع تدخل وفي الأخير إلى ضربة مرمى في موسم
يسعى لتحسين الصورة قدر الإمكان في الدقائق القادمة من هذه المباراة. تدخل وبعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب. وناي بعد دخول في اللقطة، شوف النهار العالية من جانب فيرمين، هذه المرة بأسماء رنانة ونجوم كبيرة للغاية. ردة الفعل متوقعة في المدرجات. يامال أولمو. في ليلة من الليالي الكروية أتلتيكو بلباو وبرشلونة في نصف نهائي كأس السوبر. بكل سهولة وبكل أريحية برشلونة يخرج الشوط الأول 4-0 أمام أتلتيكو بلباو. أنا شايف إن برشلونة النهارده بيلاعب نفسه، أتلتيكو بلباو فريق وضيع ما عادش بنفس القوة وما عادش بنفس المنافسة، أو نقول إن برشلونة اللي بقى قوي بقى فريق ممتع، ونقول إن برشلونة من أمتع الفرق الكروية اللي بتلعب كورة حاليا، أو نقول العصر الحديث لهانز فليك، أو نقول الموسم الثاني لهانز فليك، لو إن الناس كلها ما كانتش حاطة نفس القوة ونفس الطموح اللي كان بيلعب بيه هانز فليك الموسم الأول. هانز فليك اي نعم الموسم ده كان بادئ معاه ما كانش احسن حاجه، خسارات في دوري ابطال اوروبا والليجا ما كانتش احسن حاجه، فالدنيا ما كانتش ظابطه مع هانز فليك زي ما الدنيا كلها كانت متوقعه، ومعظم المتفائلين ما كانوش متفائلين بالموسم ده. لكن بنقول هانز فليك بيقدر انه يغير اوضاع الفريق، وبيقدر انه يغير التكتيك، وبيقدر يغير استراتيجيه الفريق، وبيقدر يعالج كل النقط السلبيه اللي موجوده في الفريق. النهارده برشلونه متصدر للليجا الاسبانيه، وصل لنهائي كاس السوبر اللي هيكون قدام الفائز من اتلتيكو مدريد وريال مدريد. احنا بنتكلم وبنقول ان الكره ممتعه، برشلونه قدم كل حاجه، عناصر جديده النهارده بنشوفها، شفنا النهارده هانز فليك بيدي فرصه لواحد زي روني بردكشي، فبالتالي انا شايف ان هانز فليك لما بيبقى مسيطر على الامور بيقدر يعمل كل اللي هو عاوزه. اي نعم لما الاصابات بتبعد عنك بتقدر تعمل اللي انت عايزه، لكن هنقول ان برشلونه النهارده بكل سلاسه طلع الشوط الاول 4-0 على اتلتيكو بلباو، سجل الهدف الاول فران توريس، وبعد كده سجل فيرمين لوبيز، وعندك روني بردكشي ورافينيا. طلعنا 4 في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني نزلنا جبنا الخامس اللي كان عن طريق رافينيا اللي سجل الرابع والخامس. فهانز فليك الامور في الشوط الثاني خلاص، انت خلصت المباراه في الشوط الاول، فانت بتلعب على الواقف وبتمشي كرة على الهادي، لانك لو عايز تحط نتيجه في اتلتيكو بلباو هتقدر تحط 5 و6 و7 و8 وتخليها كارثه. فبالتالي هانز فليك اما لسع برشلونه في الثمانيه، الراجل بقى عنده رأفه وعنده رحمه انه بيرحم الفرق اللي بتلعب قدامه. اللي عمله برشلونه لما كان مع الباير قدام ال 8-2، الراجل ده من سياسته الهجوم، الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم، وما ادراك ما الهجوم بتاع هانز فليك. الراجل ده بيعمل طوفان هجوم، اي نعم الدفاع بتاعه على الله حكايته، لكن الهجوم مرعب بمعنى الكلمه. اي فريق بيمسكه المنظومه الهجوميه بتبقى مرعبه، لكن الفريق اللي كان ماسكه كان دفاعيا وهجوميا متوازن هو البايرن، دفاعيا مرعب هجوميا مرعب، لكن في برشلونه الدفاع في الباي باي والهجوم مفيش اقوى منه. لكن هانز فليك زي ما بنقول ان الامور السنه دي احنا مطالبين هانز فليك انه يقدر يحقق ثلاثيه، بس يكون فيها دوري ابطال اوروبا، احنا مش عايزينها محليه. السنه اللي فاتت شفنا الثلاثيه المحليه، لكن حابب ان انا اشوف حتى فيها لقب اوروبي. يا عم احنا اشتقنا اللقب اوروبي، زهقنا والله، ما عاد قدامنا حل غير اننا احنا بنفكر وبننام ونصحى للدوريات الاوروبيه والبطولات الاوروبيه. فبالتالي مستني من برشلونه انه يجيب حاجه اوروبيه. احنا من 10 سنين واحنا بندور، والسنه ال11 بدات اهيت وبنبحث عن لقب اوروبي. هانز فليك اكيد عارف الامور، هانز فليك جاي عشان يحقق دوري ابطال اوروبا، فبالتالي لو قدر السنه دي يدقق على التفاصيل البسيطه اللي بيخلص بيها سيناريوهات دوري ابطال اوروبا، فهي ادق التفاصيل. اللي انت بتعمله في الليجا وتشيل ده 5 وتشيل ده 6 وده 7، احنا عايزين ده يحصل في دوري ابطال اوروبا، لان برشلونه في الفتره الاخيره كرامته اتشال واحد في دوري ابطال اوروبا. احنا عايزين الامور تتظبط في دوري ابطال اوروبا، وشخصيتنا تبقى مرعبه، ونقدر ان احنا يبقى عندنا توازن، زي ما احنا فرقه قويه في البطولات المحليه نبقى فرقه قويه في البطولات الاوروبيه، يبقى انت قاري قوي وتبقى طبعا محلي قوي. انما هتبقى قوي هنا وضعيف هنا فالدنيا مش هتمشي. احنا عايزين نعالج كل الامور ويبقى برشلونه اقوى من كده اوروبيا. انت محليا ما فيش عليك اي نقاش، ما فيش اي خلاف، فبالتالي اللي احنا شايفين كل الامور بتمشي بسلاسه. الموسم ما كانش احسن حاجه، الامور اتظبطت، كلنا عارفين ان هانز فليك بيقدر يعالج السلبيات. اي نعم زي ما قلنا الموسم الاول ممكن تبقى طفره، لكن الراجل دوان اثبت لنا ان الموسم الاول ما كانش طفره، والراجل دوان عنده افكار وعنده تكتيك، وحول برشلونه الى منظومه هجوميه مرعبه. اي نعم الدفاع هيتحسن مع الاوضاع، قدر يعالج بعض الاخطاء اللي كانت موجوده في حراسه المرمى، جاب لك حارس من افضل الحراس اللي موجوده في العالم خوان جارسيا اللي قادم من اسبانيول، اللي كان عينه عليه واللي قدر فعلا يبني المنظومه عليه. لانك عايز تبني منظومه نظيفه هات حارس كويس، سيبك بقى من شويه الطفش اللي كانوا واقفين لبرشلونه، سيبك بقى من واحد بيدخن ومزاجه بقى مع كيف ويخرب بيتك كيف ويخرب بيت معرفتك، لا مفيش الكلام ده. لكن احنا قدرنا نعالج الامور ونجيب حارس كويس، بدات تظبط حراسه المرمى، دخلت بعد كده على فين؟ دخلت على انك تظبط الدفاع، اللي لسه ما حصلش. اللي احنا محتاجينه بعد حراسه المرمى انك تظبط الدفاع. بعد كده خط النص، مفيش اي كلام على خط النص، لان خط النص مرعب لوحده.
خط النص في بدري لوحده كفايه، انت عندك جوهره، او انا بقى اسميه زي ما بقول في كل الفيديوهات بتاعتي القوه المتحركه او العمود الفقري لبرشلونه اللي بيعتمد عليه برشلونه، لان دي الدينامو بتاع برشلونه او العمود الفقري للقوه المتحركه واللي هي برشلونه. فبدري بيتبني عليه كل حاجه. بنتكلم على الهجوم، فالهجوم عندك استثنائي، هجوم مرعب، هجوم بيعمل طوفان، بتقدر تعمل اللي انت عايزه بالهجوم، بتوصل مره واثنين وثلاثه، وبتقدر تسجل بدل الهدف اثنين وثلاثه. احنا حابين اللي احنا نواجه ريال مدريد في الكاس، لان مش حابب اللي احنا نواجه اتلتيكو مدريد، لان ما تكون مباراه زي بتاعت الريال بتبقى مباراه كبيره وبيبقى لها حسابات ثانيه وبتبقى لها روح ثانيه وبيبقى لها شغف ثاني، فاحنا حابين ريال مدريد يبقى في النهائي بدل اتلتيكو مدريد. نتمنى الريال يكسب. برشلونه بالنسبه له فريق اتلتيكو مدريد فريق سهل، انما لما يقابلك الريال بقى فريق بيقفل وفريق بيقدر يلعب وفي ند وفي كلاسيكو وفي دنيا ثانيه وسوبر، وهتبقى بقى نهائي قدام فريقين كبار ان كان الريال او برشلونه. فانا حابب اللي يوصل قدام برشلونه هو ريال مدريد. وبكده تكون نهايه الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس وصلي على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ويلا سلام، اشوفكم الفيديو الجاي.